لو بتسمع صوت غريب في ودانك الاتنين او في راسك كلها ومفيش مصدر للصوت بره، صوت زي وش او صفارة او جرس او صوت زي موج البحر في ودانك، ده اسمه طنين الاذن. تعال انا اقول لك في الفيديو ده ايه هو طنين الاذن، وايه هي اسبابه، وايه هي انواعه، وايه هي طرق التشخيص بتاعته، وايه هي احدث الطرق في علاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتور محمود خميس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعضو الزمالة المصرية لجراحات الرأس والرقبة. الطنين مرض العصر، الشبح زي ما بيقولوا، أو الحاجة المقلقة جدا. ناس كتيرة جدا بتجيلنا العيادة: يا دكتور محمود أنا مش عارف أمارس حياتي، أنا حياتي اتلخبطت، صوت بسمعه في وداني صفارة أو وش او زي الجرس او في الراس كلها، ما بعرفش انام منه ولا بعرف اركز في حياتي ولا في شغلي، وعامل لي مشكله كبيره جدا جدا جدا. انا حاسس ان انا هموت، انا حاسس ان انا هتجنن. والله بنفس الشكوى للمرضى. محدش بيحس ان الطنين ده مشكله كبيره قوي الا اللي بيعاني منه. ايه هو طنين الاذن؟ طنين الاذن ده انا بسمع صوت في وداني او في راسي كلها ومفيش مصدر للصوت بره، يعني انا قاعد في مكان هادي خالص مفيهوش اي اصوات وسامع صوت في وداني او في راسي كلها. الصوت ده عباره عن وش او طنين او رنين او صوت زي زماره او جرس او موج البحر او وش. المهم ان في صوت احنا سامعينه. انواعه انه ممكن يكون بجنب واحد في ودن واحده او في الاتنين. ممكن يكون حاجه اسمها سبجكتيف، يعني المريض نفسه هو اللي سامعه، وده غالبا للمشاكل اللي هي تخص الاذن ومفيش حد حواليه سامعه. وممكن يكون اوبجكتيف اللي هو موضوعي، ان هو ممكن يكون طبيب الانف والاذن والحنجره يسمعه، او لما يميل دماغه او يحط السماعه يسمع الصوت ده. وممكن يكون حاجه اسمها نبضي او بلسطايل. بلسطايل ده يعني الصوت نفسه بتاع الوش اللي سامعه في ودني ماشي مع نبضات القلب، ضب ضب ضب، ماشي مع نبضات القلب، فده بيسموه نبضي. ايه هي اسباب طنين الاذن؟ اسباب طنين الاذن كتيره جدا جدا، احنا هنبدا بيها بحاجه سلسه جدا. احنا بنبدا اول حاجه الحاجات البسيطه اللي تخص الانف والاذن، يعني احنا عندي اسباب موجوده في الاذن نفسها وفي اسباب تانية بره الاذن. الاسباب اللي هي ممكن تعمل لك طنين او وش في ودانك في الاذن، تبدا باول حاجه بالشمع. يعني انا لو عندي شمع في وداني ممكن يعمل لي طنين، لو رحت لدكتور الانف واذن ونضفه هتتحسن. او عندي التهاب في الاذن الخارجيه او الاذن الوسطى او التهاب في العصب السمعي، يعني انا لو رحت لدكتور الانف واذن وشخص المشكله دي وعالجها هخف ويختفي الطنين. او انا عندي مشكله ان في حشره لا قدر الله او حاجه في الودن هي اللي عامله لي الطنين، او في لا قدر الله مشكله اكبر ان العصب السمعي ده ظهر فيه اورام، فدي حاجه برضو تعمل لي طنين. طيب ممكن يكون مشاكل تاني بره الانف والاذن والحنجره، مشاكل خارج الاذن خالص. ممكن يكون الحاجه دي مشكله تخص الدوره الدمويه، ممكن يكون المريض ده ضغطه بيعلى او بيوطى، ممكن يكون المريض اللي هي الهايبر دايناميك سيركوليشن عنده انيميا وفقد دم كتير، ممكن يكون المريض ده عنده اكتئاب، ممكن يكون المريض ده عنده مشاكل توتر او قلق او كده، ممكن يكون المريض ده بيعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، ممكن يكون المريض ده بيعاني من مشاكل تانية غير الغدة الدرقية اللي هي ارتفاع في الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، ممكن يكون المريض ده بياخد ادوية للسرطانات او ادوية زي اللازكس المضرة للبول، او بياخد ادوية الحاجات اللي هي الاسبرين بجرعات كبيرة. كل ده ممكن يعمل طنين. ممكن يكون مشاكل فقرات الرقبة برضو تعمل مشاكل زي الطنين. ممكن يكون في تشنج في عضلات الرقبة، ممكن يكون في صداع توتري في الرقبة، كل الصداع التوتري او مشاكل في فقرات الرقبة او الكلام ده تعمل طنين. ممكن يكون عندي مشاكل تخص المفصل الفك ده، هو لو المفصل فيه مشكلة اللي هو تي ام جي ديس اوردر ده ممكن يعمل لك طنين. طيب ممكن يكون مشاكل تخص الاوعيه الدمويه، يعني انا لو عندي مشاكل زي التمدد الشرياني اللي هو الاورتيك الانيوريزم عموما، فده ممكن يعمل لي مشاكل. ممكن يكون عندي تشوه في الاوعيه الدمويه اللي هي ارتيريال مالفورميشن، ممكن تعمل لي مشاكل. ممكن يكون اورام دمويه موجوده في الاذن جوه زي الجلوماستيومر، فدي تعمل لي برضو طنين. يبقى انا كده الطنين ده نوعته ما بين مشاكل
محصوره في الاذن بره، ومشاكل خارج الاذن. مشاكل خارج الاذن دي كتيره جدا، يعني ممكن برضو نزود عليها المشاكل الاكتئاب، مشاكل اللي هي نقص الفيتامين زي بي 12 والفيتامين د، ممكن التوتر والقلق، القلق باستمرار، ممكن مشاكل تخص الدوره الدمويه او الكلام ده مع الستات الحوامل. ممكن في ناس مع الحمل بيبدا يسمع الكلام ده كله. حديثا ارتجاع المريء الصامت اللي هو السايلنت لارينجو فارينجال ريفلكس، ده برضو ممكن يعمل طنين في الاذن. يبقى اسبابه كتيره جدا بلا حصر. لو انا تعرضت لضوضاء شديده جدا جدا، بكتر الضوضاء اللي انا بسمعها بيحصل تلف شويه كده للعصب السمعي وممكن يحصل طنين. يبقى انا اسباب الطنين كتيره جدا جدا، اغلبها غير خطير، لكن ممكن يوصل الموضوع ان يكون حاجه خطيره جدا. الحاجات الخطيره جدا زي ما قلنا ممكن يكون ورم في العصب السمعي، ممكن يكون ورم اوعيه دمويه في الاذن الوسطى، ممكن يكون ورم او تشوهات او تمدد شرياني. طيب انا كمريض بعاني من الطنين، ايه المفروض ان انا بعمله؟ علشان تفهم يعني ايه طنين، انا ما ينفعش اتعود على الطنين من غير ما اعرف ايه سببه. يبقى انا لازم اروح لدكتور الانف والاذن والحنجره. اول خطوه هيعملها معاك دكتور الانف والاذن والحنجره هو فحص الاذن. بفحص الاذن، لو في شمع هينظف الشمع بالغسيل او بالشفاط، لو في التهاب هيعالج الالتهاب سواء الاذن الوسطى او الداخلي، لو في مشكله في العصب السمعي هيطلب منك حاجه اسمها مقياس سمع او ضغط اذن ويطمن على العصب السمعي. لو في مشكله فقد سمع مفاجئ، يعني انت ظهر لك الطنين ده مره واحده في اذن واحده والكلام ده، هيبدا فورا علاج الفقد السمع المفاجئ اللي هو الكورتيزون والحقن في الاذن، وهيطلب لك حاجه اسمها رنين مغناطيسي لو هو شاكك في ورم في العصب السمعي. الرنين المغناطيسي اللي بيعملها على العصب السمعي او على الاذن لو هو شاكك في اورام زي الشوانوما او النيروما. طيب لو هو استبعد ان مفيش مشكله تخص الاذن، يبدا يدور على الاسباب اللي خارج الاذن. زي ما قلنا ممكن يكون الصوت اللي هو الطقطقه، ما انا ممكن اسمع الصوت اللي هو في الاذن ده زي طقطقه، ممكن يكون ليه علاقه بالفقرات الرقبه، او ممكن يكون ليه يعرض الطبيب ممكن على دكتور اسنان او وجه وفكين يبص عليه لو هو خاصه بيشكي من الكلام ده كله. طيب لو هو حس ان الطنين ده نبضي، يعني مسموع مع نبضات القلب، يبدا يشك في الدوره الدمويه، فيبدا يطلب للعيان ده صوره دم كامله عشان الانيميا. يبدا يطلب للمريض ده حاجه اسمها تحليل وظائف غده درقيه اللي هو فري تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، ويعمل حاجه اسمها ليبيد بروفايل اللي هو دهون ثلاثيه وكوليسترول عشان يشوف الدنيا لو في مشكله تبدا تتظبط معاه. طيب لو هو شاكك ان دي لا قدر الله مشاكل تانية زي تمدد شرياني او ورم في الاوعيه الدمويه او حاجه اسمها تشوه في الشرايين او الاوعيه الدمويه بتاع الرقبه، بيطلب حاجه اسمها دوبلكس على اورده الرقبه والشرايين. تمام؟ يبقى دي الفحوصات على حسب كل حاجه. يبقى اول حاجه هو الدكتور بيشوف اذا كان المشكله تخص الاذن ولا مشكله خارج الاذن. طيب هي مشكله جوه الاذن، هيبدا يحدد طرق العلاج ليها. طب لو مشاكل خارج الاذن، هيبدا يتحرى ويعرف ايه المشكله، وعلى حسب المشكله موجوده فين هيبدا يوجهك ليها. طيب انا وصلت ان السبب بتاع الانف الطنين عندي لسبب ما، وحطيت طرق العلاج ليه، ولكن للاسف مخفتش، او ما وصلت ان هو بدون سبب، الطنين بدون سبب، مفيش اي سبب ليه. ايه هي طرق العلاج؟ طرق العلاج ان احنا اول حاجه بنعالج السبب. السبب زي ما قلنا لو شمع في الاذن بنشيله، لو التهاب بنعالجه، لو مشكله في العصب السمعي خاصه ان في مشكله في العصب السمعي والسمع قليل نلبس سماعه اسمها تينيتاس ماسكينج هيرنج ايد، هي سماعه لطنين الاذن. السماعه دي بتحسن السمع وتحسن الطنين في الاذن. طيب ده اللي يخص الانف والاذن. طيب لو المشاكل بره كده بعالج برضو السبب. لو في مشكله في الغده الدرقيه بعالجها، لو في مشكله اكتئاب بحول المريض على طبيب نفسيه وعصبيه ويبدا يتابع معاه، يعمل حاجه اسمها تعديل نفسي وسلوكي، تعديل نمط الحياه. لو انا بشرب قهوه كتير هخف وامنع الكافيين خالص، هبدا امارس الرياضه، هبدا افك التوتر والقلق اللي عندي ده، لانه من اشهر الاسباب اللي موجوده في المجتمع الحديث دلوقتي الاسترس والتوتر والقلق، هم دول اللي عاملين مشكله الطنين. طيب بالنسبه للطرق الحديثه، في حاليا حاجه اسمها العلاج بالابر الصينيه، وبدا قالوا ان هي مفيده جدا جدا في تنشيط الدوره الدمويه للعصب السمع والراس، وده بيقلل من الطنين. وحاليا برضو في ناس بتتكلم عن الحجامه، كل ده بس لم يثبت علميا او خدوا تصريح بيه يعني.
طرق العلاج تانية برضو بالنسبة لدي، ان انا ممكن اجي بالليل ما اخليش الجو هادي قوي. يعني انا زي الفيلم بتاع فريد شوقي لما كان بيشغل الغسالة او كده عشان يعرف ينام، هي نفس القصة. ممكن اشغل حاجة زي صوت قرآن جنبية ولا حاجة بحيث انه يغطي على صوت الطنين ده وانا نايم. يعني ما اخليش الجو هادي جدا جدا بحيث ان انا ابدا اركز مع الطنين. خلاصة الكلام افتكر لكم جملة لاستاذنا العظيم الدكتور مسعد، ربنا يديله الصحة ويطول عمره. دكتور مسعد بالقصر العيني قال لنا خلاصة في الدنيا دي: الطنين لو استمر أكتر من 3 شهور علاجه التغافل التجاهل. علاج إن أنت تتعايش معه وتطنش. طنش 3 شهور يعني الطنين ده غالبا هيبقى مستمر معاك. علاجه اتعود عليه. مادام سببه بسيط أو من غير سبب واستبعدنا المشاكل الرئيسية فهو مفيش أي مشكلة منه. انا عاوز اقول لكم ان انا بالنسبه ليا انا عندي مشاكل فقرات رقبتي، بعاني من خشونه جدا، وعندي الطنين ده اكتر من 17 سنه، والحمد لله لا باخد له علاج ولا اي حاجه، متاقلم معاه وعايش معاه جدا 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 بفضل الله. لو ليك تجربه مع طنين الاذن في طرق العلاج او التشخيص او حياتك او ازاي متعود عليه، يا ريت تسيبها لنا في تعليق عشان نعرف نشاركها مع الناس او ارد عليك لو في سؤال او استجواب. ويا ريت نفعل الجرس ونشارك الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.